أهلا وسهلا بيكم في الحكاية 14 من بره المألوف. طبعا أي حد سمع اسم الحكاية أو قراها من الفومو إلى الجومو هيقول دي أكيد بتقول تعويذ. بس أنا مش بقول تعويذ ولا حاجة، المصطلحات دي أنا ما جبتهاش من عندي، دي ظهرت مع السوشيال ميديا وازدياد عدد الانفلونسرز، فبقى كل شخص بيتابعهم عايز يقلدهم ويروح نفس أماكنهم ويشتري ويلبس نفس لبسهم. طب خلينا نمشي واحدة واحدة ونقول الأول إيه هو الفومو. FOMO Fear of Missing Out، يعني الخوف من إن يفوتنا شيء. الحالة دي تعتبر إدمان سلوكي بيفصلنا عن الواقع اللي احنا عايشين فيه عشان نعيش في واقع افتراضي، فبنعمل حياتنا وبنسيب أهدافنا وننسى نفسنا، حتى أحيانا بنشتت أسرتنا ونهتم وننشغل بس بالسوشيال ميديا، عشان في شعور جواك بيقولك إن هم عندهم في حياتهم أشياء أكثر إثارة وقصص وحكايات هتفوتك لو ما تابعتهاش. فيحصل إيه؟ فيحصل إن أنت تصاب بالقلق والتوتر عشان عايز تتابع كل ثانية بتحصل في حياتهم، لأنه أنت شايف إن حياتهم أهم من حياتك، فبتركز معاهم وبتهتم بتفاصيلهم أكتر ما هم نفسهم بيهتموا بيها. في حد هيجي يقول طيب وإيه المشكلة لما نتابع أخبار أصحابنا وأحداث العالم اللي احنا عايشين فيه عشان نواجبه؟ هقولك مفيش مشكلة، المشكلة بس في الإفراط في الاستعمال والمبالغة في الفضول وعدم قدرتنا على التحكم في وقتنا، فبيحصل إنه بنفقد السيطرة على حياتنا والقدرة على الاستمتاع بأي حاجة حلوة بتحصل فيها، لأنه العالم الافتراضي كل ما شربت منه كل ما ازداد عطشك ليه. وهنا في 3 نقاط مهمين قوي حابة أوضحه لكم. أولا يا جماعة، اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا ده عبارة عن ثواني ودقائق معدودة في يوم طويل عريض مكون من 24 ساعة، يعني مش هي دي الحياة ولا هي دي الحقيقة. انتوا ما شفتوش وما تعرفوش أي حاجة عن الناس دي. ثانيا، الفومو لما ظهر مع السوشيال ميديا للأسف ارتبط بخوف آخر اسمه فولو FOLO Fear of Living Offline، الخوف من عدم الاتصال بالإنترنت، وده ظهر بشكل خاص في جيل زد اللي هم مولودين من نص التسعينات للألفية الجديدة. فأكتر من نص المراهقين بيبقوا عايزين يعرفوا عدد اللايكس والكومنتس على بوست معين، وتلتهم بيحتاجوا يعرفوا إذا كانوا أصحابهم بيتجمعوا من غيرهم ولا لأ. ونتيجة لده بقى في عندنا جيل بيعيش قلق متواصل من كيفية تأثير السوشيال ميديا عليه وعلى هويته وعلى علاقاته بالآخرين. ثالثاً، الفومو أصبحت استراتيجية بيستخدمها المسوقين ضدنا. يعني إيه؟ يعني إحنا خلينا شركات التسويق اللي عايزة تزود مبيعات منتج معين تستخدم الأسلوب ده ضدنا. إزاي؟ عن طريق إنها تحسسنا إن كل الناس اشترت الموبايل وإنت الوحيد اللي هتحس بالندم لو ما اشتريتوش، وهيفوتك حاجات كتير قوي لو ما استخدمتوش. فيحصل إيه؟ تجري تشتريه وإنت مش محتاجه. وده طبعا مثال على أي حاجة بنشتريها وإحنا مش محتاجينها، وأنا متأكدة إن كتير قوي مننا اشترى حاجات كتير جدا لمجرد إحساسه إن في ناس جربتها وهو ما جربهاش. طب نعالج المشكلة دي إزاي؟ بالجومو JOMO Joy of Missing Out، اللي المقصود بيها سعادة ترك الأشياء من غير ما نطردها أو نخاف إنها تفوتنا. وللتوضيح أكتر، هو الاستمتاع بالابتعاد عن كل شيء والشعور بالتحرر اللي بيجي لما نفصل شبكة الواي فاي ونحط الموبايل على جنب عشان نستمتع بحياتنا اللي أكيد مليانة حاجات كتير حلوة بس إحنا مش شايفينها، وأحيانا بنكون مش راضيين عنها عشان بنقارنها بحياة الناس على السوشيال ميديا.
ومع نهاية الحكاية عايزاكم تقولولي انتوا من فئة الفومو ولا الجومو؟ أنا الحمد لله من فئة الجومو. أكيد بتابع السوشيال ميديا بس عمري ما خليتها تأثر على سعادتي واستمتاعي بحياتي، فلما أكون في مكان بفصل الواي فاي عشان أتبسط باللي أنا بعيشه. استنوني في حكاية جديدة. دمتم بخير. ريم محمود.